في مفاجأة كبرى ومقابلة كبرى. الأستاذ محمد النجري ده الأمين العام الأمين المساعد لحزب مصر أكتوبر من داخل مستشفى جامعة طنطا، ومعه إحدى الحالات. والدور الخدمي لدور حضرتك في المجتمع والأهالي ومدينة مركز بسيون، يعني ومن تحديدا من منطقة العلاج على نفقة الدولة. في مفاجأة جميلة أوي يا أستاذ محمد، والله يعني وسعداء بالتقابل مع حضرتك. الله يخليك وسعد، شرف لينا والله ان احنا قابلنا حضرتك النهارده، ربنا يبارك في معاليك. دور حضرتك النهارده ومعاك إحدى الحالات. والله احنا يعني بنقوم بدورنا، يعني الدور المجتمعي اللي الواجب علينا ان احنا نأديه بصراحه، ان احنا نقف جنب مرضى اهل بسيون. معانا حاله والله النهارده محتاجه علاج على نفقه الدوله، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله. واحنا على طول متواجدين يعني في مستشفى الجامعي، على طول متواجدين مع الحالات المرضيه من اهل دايره بسيون. تمام، اذا كنت انا موجود او اي حد من هيئه المكتب امانه مركز ومدينه بسيون لحزب مصر اكتوبر، بسم الله ما شاء الله مجموعه محترمه وكلنا شغالين ايد واحده بسم الله ما شاء الله يعني، ومع اهلنا على طول ما بنسيبش اهلنا. يعني خليني اقول ان هي يعني قد تكون واحده من المفاجآت، ان يعني ان حضرتك بتيجي ومعاك الناس والحالات وشايف مطالب الناس ومطالب اهل الدايره ومطالب اهل بسيون. مفاجاه، انا بجد عن نفسي مفاجاه، انا ما بشوفهاش من نواب كتير بامانه، يعني خلينا بس اكون صريح وامانه. انا ما بشوفهاش من نواب كتير، اول مره اشوفها، يعني بقالنا كتير ما شفناش الحاجات اللي ان يكون العمل السياسي بيتطلب منك الوجود مع اهالي، وبتيجي من بسيول لطنطا ومعاك الناس. طبعا احنا رفضنا ظهور الحاله يعني في التسجيل، عشان ما حدش يفكر ان احنا بنتاجر بالناس، فاهمني؟ واحنا رفضنا ظهور الحاله. والله السعادة حضرتك، هو ده دورنا، هو ده دورنا اللي احنا بنسعى له والله. يعني هو العمل الخدمي اهم حاجه انك توصل لقلوب الناس. وبعدين حضرتك لولا الاستاذ سعد يعني ومعزه حضرتك عندي انا اصلا ما كنت سجلت. احنا كل يوم موجودين والله، كل يوم موجودين في المستشفى الجامعيه، مستشفى كفر الزيات، مستشفى بسيون المركزي. وانا بصراحه يعني بتحرى ان احنا ما نظهرش في الموقف ده، يعني ان احنا معلش كل حاجه بتوصل للناس واحنا بنعمل حاجه من قلبنا يعني. فلولا معزة الأستاذ سعد وحبنا ليك ما أنا آسف يعني ما كناش سجلنا أصلا يعني. طيب نكملها بالمعزه بقى، وليا طلب معزه اخير. عاوزين نسجل في حوار كبير مع حضرتك، ما هي اسباب استقاله الاستاذ محمد النجريدي عن حزب حماة الوطن؟ طبعا معزه بمعزه، يبقى احنا كده خدنا اللقاء دوت ونكون اول ناس انفردنا باسباب الاستقاله. والله سعد بيه أنا ما أقدرش أطلب لمعاليك، أرفض لمعاليك طلب يعني، والله ما أقدر. حضرتك تشرفنا وتنورنا في المكتب وربنا يقدم فيه الخير يعني. تحت أمرك، تحت أمرك مع الباشا.